مش عارفة ايه اللي بيحصل لي ده. يعني ساعات بكون قاعدة مع أصحابي في النادي أو سهرانة مع الولاد بالليل، ومرة واحدة ألاقيني عايزة أدخل الحمام، بقوم جري، بس في السكة موضوع بقى يعني موضوع محرج جدا. يا ريت يا دكتور تشوف لي حل، نفسي أخلص منه. طيب، اولا الف سلام عليكي. انا مش عايزك تلاقي خالص، مشكلتنا ان شاء الله مشكله بسيطه وليها حلول كتير. الاول، المشكله اللي عندنا دي احنا بنسميها السلس البولي. السلس البولي يعني ضعف او عدم القدره على التحكم في البول. المساله دي ليها اسباب كتير وانواع مختلفه. النوع الاولاني حاجه بنسميها السلس البولي الاجهادي. السلس البولي الاجهادي يعني اي تسريب للبول نتيجه جهد او مجهود بعمله. زي ايه؟ ممكن كحه، عطس، اثناء الجيم وانا بمارس تمارين رياضيه. النوع التاني حاجه بنسميها السلس البولي الالحاحي. ده بيجي في شكل رغبه شديده ملحه لدخول التويلت في الوقت الحالي، ما اقدرش اتجاهلها. لو المريض حاول يتجاهلها غالبا البول بيسيب. النوع الاخير اللي بنسميه السلس البولي المختلط، وده بيبقى مزيج ما بين الاثنين. طيب ان شاء الله المساله يعني بسيطه، والعلاج بيبقى موجه على حسب نوع السلس البولي. المهم الاول مساله التشخيص طبعا في جزء ليه علاقه بالفحص الكلينيكي، انا مش حضرتك ان شاء الله. والجزء الثاني بنستخدم فيه تقنيه مهمه جدا، وهي جهاز ديناميكيه التبول. ده جهاز واحد من احدث الاجهزه، بيقدر يقيس تغير الضغوطات جوه المثانه ويقدر يحدد نوع السلس البولي بدقه، وبناء عليه بنرسم خطه العلاج مع بعض ان شاء الله. الف سلام عليك.